عبد المؤمن جابو، هذا الذي يقال عنه في الجزائر بأنه خليفة نجوم الكرة الجزائرية وباليسرى باليمنى يستقبل ويراوغ، وباليسرى يسجد سوداني الهدف الثاني. عبد المؤمن جابو يفتح مجال الثالثة، كانت في الشباك، وأي شباك بأي كيفية وبأي طريقة بعدما قاد العملية ثم رجعت له من عند رفيقه مصطفى جليت مثلما جاءت يسددها بروعة في الزاوية اليمنى من مرمى الحارس حمزة. هدف بامتياز سوداني هدف جول سوداني بروعة يستقبل لصالح المنتخب الجزائري بعد كرة يخلف. شوف الاستقبال باليمنى، المراوغة ثم التسديد مثلما جاءت، لم يعطي الفرصة للمدافع. صعب أنك تراوغ وفي نفس الوقت تسدد. مهارة لا يملكها الكثير من اللاعبين بهذه الكيفية، خاصة إذا كنت لاعبا يساريا. باليمنى يراوغ وباليسرى من ناحية اليسرى صعبة لصالح يخلف، أرضية ممتازة، هدف جول اليوم إرادتهم الكبيرة في أن يفكرهم عبد الحق بن شيخة في المنتخب الأول، إرادتهم الكبيرة لرد جميل ال 15 شهر من التحضيرات في المستوى الجيد من مباريات ودية وتربصات. لا يمكن إلا أن يكون الرد فوق. أبو عزة من هناك على الجهة اليسرى عنده الكرة، فاهم دايما يوزعها بامتياز، جول فهم أبو عزة. هذا هو الهدف اللي يخلي الجزائريين يوصلوا للنهائي لهذه البطولة الإفريقية. يفعل ما يشاء فهم أبو عزة، حطها لك فوق راسك يا سوداني. مش عارف إذا شكرته أم لا على هذه التمريرة والتوزيعة. صرت الهداف الآن ب3 أهداف، كنت في الوقت كان المناسب. قلت لك بأن قضية تايمينج وجودك في الأماكن حرة مباشرة، لكن مهارة الحارس بهاء الدين حالت دون ذلك، فيما كانت أبرز فرص اللقاء سودانية بعد أن ارتطمت رأسية سيف الدين علي بالعارضة، ورد عليها عبد المؤمن جابو بمحاولة انفرد على إثرها بالحارس، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الذي وضع السودان في الصدارة، فيما كان تأهل الجزائر عن المركز الثاني. عندي احساس غريب، المهم لا اقوله. معيزة في تنفيذ هذه المخالفه، ضربه الجزاء لصالح المنتخب الجزائري. تركيز كبير من عادل امام الحارس جاكوب مخازي الذي اظهر قدرات وامكانيات كبيره. عادل معيزة ومخازي سجل جول. تسديده معيزة كانت ارضيه باغته الحارس وافتتح مجال التسجيل المنتخب الجزائري. طبعا بالنظر للفرص الكثيرة التي أتيحت له كان يستحق أنه يفتح مجال التسجيل سواء من ضربة جزاء أو من لعبة. اليمنى قاسمي فهم هدف جول. يعني في الشوط الأول أو في بداية الشوط الثاني فاهم ثانية هو الذي يوزع على طبق لمترف 4 لاعبين جزائريين أمام الكرة. الخامس كان هو اللي مررها لزهر حاج عيسى ناحية قاسمي بدوره لفهم يوزع ناحية الثنائي سوداني في استاد المريخ على الملعب المعشب بين فريقي السودان وأنغولا. على فكرة الفرق اللي وصلت للسيمي فاينل هي من المجموعة الأولى السودان والجزائر، ومن مجموعتها الرابعة تونس وأنغولا. والتسديدة والتعادل الجزائري عن طريق جابو. هدف التعادل الجزائري من جابو. منتخب التونسي تقريب نفس توقيت هدف القصداوي بكورة من 35 متر، مش معقول. هدف يباغت بلبولي، هل يسأل عليه الحارس بلبولي؟ يسأل عليه ايضا الوسط اللي ما ضغطش وما عملش البريس على جابو. الجمهور في الخرطوم دراجي ويسجل اليه. واحد دراجي يتقدم فهم بو عزة، يتقدم ويسجل بصعوبة حد خرطوم يمشي السويسي، يتقدم ويسجل
إليه الهدف الثاني. برافو خالد. وسط ميدان الجزائر لا مشية ويسجل قريبة مش معقول. يا جريدي كرة الجبولاني يمشي فتح الغربي وحطها جول. ربيع مفتاحي يتقدم ويسجل 3 مرات للجريدي على الكرة لكن قاعد مطالب بتقديم دوره في البطولة. يتقدم اللي يجري ويحطها جول. إليه كانت صعبة وتخوف. كرة لرامي الجريدي تمشي كرة ورامي شتى رامي الجريدي. المنتخب التونسي يتقدم 4-3 على الزماموش. يتقدم القربي ويحط إليه. تونس فاينل على طريق